السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الزبادي في المكنة، وان شاء الله مرة تانية هنعمله معاكم برضو بالطريقة البلدي العادية خالص. لو حبايب قلبي اللي ما عندهمش مكنة، عاملة الفيديو ده علشان الناس اللي سألتني عن عمايل الزبادي في المكنة، وهل هي تستحق الشراء ولا لا، وسعرها والحاجات دي كلها. مبدئيا كده المكنة بتاعتي اسمها سوناي، والموديل بتاعها اسمه كلاسيك. هو ده شكلها، وهي عندي بقالها دلوقتي 3 سنين. بشغلها في رمضان بس، مش هكذب عليكم يعني ما بشغلهاش في الايام العاديه. مش مغرمين زبادي يعني، فهي بتطلع بس الشهر بتاع رمضان وفقط. فيها 8 كوبايات، الكوبايات بتاعتها اتكسرت فانا حاطه لها كوبايات تانية. المهم، بجيب لتر لبن، هي الساعه بتاعتها لتر لبن. بصي اللبن لازم يكون دافي، تقدري تحطي ايدك يعني. بصي انا حطيت طرف صبعي كده بيه، يعني قست بس درجة الحرارة بتاعته. طبعا ايدي نظيفة عشان الناس بقى ايه، محدش يقول حاجة، ايدي نظيفة زي الفل. فزي بصوا، زي دمع العين، اتقل يعني شوية، يعني قصدي ازيد شوية يعني في درجة الحرارة، حاجة بسيطة قوي. دافي يعني بمعنى كلمة دافي يا جماعة، مش سخن. السخن هيبوظها والساقع هيبوظها. يعني الساقع هيبوظ الزبادي والسخن هيبوظ الزبادي. فده لتر لبن، جايبة بقى كوباية الزبادي دي حاجة وسبعين جرام. فانا بعد ما فضيتها، فقلت عشان حبايب قلبي مثلا اللي ممكن الزبادي تكلكع معاهم، اقول لكم على الطريقه دي احلى. ان انتي تاخدي كده كام معلقه كده من اللبن، تدوبيهم في علبه الزبادي، وتلاقي الزبادي بتاعك بقى ناعم خالص مع كوبايه اللبن، قصدي مع معلقتين اللبن. وتيجي نازله بيهم تاني على لتر اللبن بتاعك، وبالمضرب اللي هو اليدوي العادي ده، وبضربهم. طيب ممكن اضربها في الخلاط؟ طبعا ممكن تضربي كل ده في الخلاط، بس الخلاط بيعمل رغوه، والزبادي بيطلع بعد ما بيتماسك بيبقى مرغي كده من على الوش، بتفضل الرغوة دي باينة في الزبادي كده من على الوش. فاهماني؟ فانا جبت المضرب العادي بتاعي ده وقلبته تقلبتين. في المرحلة دي انت تقدري تحطي سكر، تقدري تحطي معلقة عسل لو حابة، لكن انا ما بحليش الزبادي خالص ومش بحبه متحلي. هو اصلا اللبن فيه سكر اللاكتوز، فبيبقى طعمه حلو يعني، مش محتاج سكر. اللي يحتاج بقى يحط بقى وقت الاكل او وقت السحور، ممكن يحط معلقه عسل ولا حاجه. دوبت كده بقى الزبادي مع اللبن كويس جدا، والمكنه بتاعتي جنب مني اهي، مش حطاها في الفيشه ولا حاجه. طيب بالنسبه للمكنه بتاعتي دي، انا كنت جايباها من 3 سنين، كانت تقريبا ب 300 جنيه او ب 320 حاجه كده يا جماعه، مش اكتر يعني، تقريبا ما قفلتش ال 350 جنيه. بالنسبة لاستهلاك الكهرباء، هي ما بتستهلكش كهرباء، لان هي كأنك مشغلة الشاحن بتاع الموبايل، كأنها حاجة يعني ضعيفة جدا جدا، يعني ما بتستهلكش كهرباء. عشان الناس مثلا اللي هتقول دي مثلا هتتحط طول الليل مثلا في الكهرباء، او لمدة 8 9 ساعات في الكهرباء، لا ما بتستهلكش كهرباء خالص، عادي جدا يعني. اللي هو يا جماعة الاستهلاك العادي، مش بتسحب كهرباء ولا حاجة. هي المكنة دي بتعمل كأنها حضانة كده للزبادي، بتعمل برضو نفس عمل تدفئة الفرن، يعني هي بتبقى دافية، حاجة بسيطة خالص. فاهميني؟ طيب لو انتي ما عندكيش مكنة زبادي، هتقدري تعمليه ان شاء الله في الميكروويف. انا على فكرة قبل كده عملته في الميكروويف وكان تحفة. هعمله معاكم ان شاء الله. طبعا في رمضان يعني فيديوهات الروتين يعني مش هتبقى كتيرة يومية كده زي ما انتوا واخدين بالكم. اليوم بيبقى مضغوط والدنيا كده زحمة كده وبنجري ورا بعض. فهحاول على قد ما اقدر ان شاء الله كده ان انا اكون متواجدة من غير انقطاع يعني، والفيديوهات تكون سريعة كده وايه، وتقدروا تستفيدوا منها. هنا دول 7 كوبايات، فانا كنت محتاجة كوباية كمان، فرحت جبت دي. قطعتها كده علشان الغطا بس يقفل، لان كان الغطا لما حطيتها على بعضها كده الغطا كان عالي، وهي لازم طبعا الغطا بتاعها يكون محكم ومقفول كويس. تمام كده، صبيت 8 كوبايات كبار من الزبادي. بصوا الكوبايات دي اكبر اصلا من الكوبايات بتاعه المكنه. اصلا كوبايات المكنه كانت ارفع من كده شويه، هتتلاقوهم مزنوقين كده جوه المكنه، بس عادي يعني مش مشكله. حطيتها بقى كده في الفيشه، وهركنها بقى على الرخامه 8 ساعات بقى 9 ساعات. في مكان تاني بيبقى فيه مؤشر كده بتظبطيه على انتي حطيتي الزبادي الساعة كام مثلا، يعني متقشر كده من 1 ل 12، فبتظبطي عشان تعرفي تحسبي. لكن هي يعني مش كيمياء، يعني انتي عارفة انتي حطيتيه الساعة كام وهتشيليه الساعة كام. هنا بقى كده كان عدى تقريبا 8 ساعات 9 ساعات، والله يا جماعة ما حسبتهاش. بصوا هي بتبقى مليانة مية كده من على الوش، بصوا مية قد ايه، عاملة مثلا يعني بتاع مثلا 4 معالق مية كده على الوش بتاعها.
طبعا من البخار بتاع المكنة. وادي الزبادي في المرحلة دي بقى يتاخد كده هيلا بيلا ويدخل على التلاجة. بصوا دي اللي في الورقة دي عملت مية كتير، مش عارفة ليه. يعني عملت مثلا مية اكتر من اللي بتبقى فوق علبة الزبادي او فوق الكوباية العادية. هو كده كده الزبادي بيعمل زي معلقة مية كده فيه، لا في الكوباية الورق دي حاسة انها عملت اكتر شوية، مش عارفة ايه السبب بصراحة. المهم ادي كده الزبادي بتاعي، بصوا كله طالع ما شاء الله لا قوة الا بالله زي الفل. نركن بقى المكنة ونشيلها بقى من الفيشة عشان تستعد للزبادي اللي جاي. هنا بقى هقولك على حاجة، انت خلاص عملتي دور زبادي اهو، هتشيلي كوباية من دول تعملي بيها مرة تانية، يعني هتعملي بيها لتر اللبن اللي جاي. فهماني؟ خلاص بقى ما تشتريش زبادي بقى. دول مثلا 8 هتاخدي واحدة منهم تدوبيها في لتر لبن للزبادي اللي جاي، وهكذا. حطيتهم بقى كده على الصينية ودخلتهم التلاجة، وهنا كان بعد الفطار. يعني احنا هنتسحر بيه ان شاء الله النهاردة. بصوا فطرنا، وقلت اطلعه بقى من التلاجة اوريهولكم. شوفوا متماسك وجميل جدا وناعم وكريمي جدا، وعليه كمية قشطة بقى مش عايزة اقول لكم رهيبة. هعملها معاكم بالمعلقة كده وشوفوا. بصوا كل دي قشطة، بصوا اللي على الوش دي كلها، بصوا طبقة القشطة قد ايه كبيرة جدا. هنا مش عارفة العدسة بس ما كانتش مبينة قوي. بصوا بيبقى فيه زي معلقة مية كده، بصوا قد ايه، زي نقط كده مية بتبقى جواه، والزبادي بقى تحت. بصوا ما شاء الله القشطة على الوش والزبادي حاجة كده نظيفة، وطبعا اوفر كتير جدا. الكوبايات دي على فكرة كوبايات شاي كبيرة مش كوبايات صغيرة، فدي مثلا بمقام علبة الزبادي اللي هي ب15 جنيه او ب14 جنيه. كبيرة ويعني مشبعة كده، ممكن تاكليها مثلا، يعني حد ياكلها كده يبقى سحور خالص كده من غير اي حاجة تانية. فده كده التمن اكواب الزبادي. بصوا كده، بحب اعمل بقى الحركة دي. انا سرعت الفيديو بس عشان انا هنا طولت عليكم قوي. وهنا كنت ببين لكم الجزء اللي فاصل ما بين القشطة وما بين الزبادي وشوية المية اللي بيبقوا تحت دول. بصوا مش عارفة انا هنا كنت بوري مين والله، سامحوني بقى يا بنات، اللقطة دي مش يعني الكاميرا مش جايباها قوي. بصوا النقطة اللي انا بشربه ده، دي نقطتين المية اللي هم نازلين من الزبادي دي. طعمها اصلا انا بحب مية الزبادي دي جدا. ماشي بصوا جميلة ازاي. تقدري بقى زي ما قلتلك كده تقلبي عليها معلقة مربى، معلقة عسل. لو حابين ان انا اعمل لكم برضو زبادي مثلا بالفواكه، بالمربى بالجيلي، الكلام ده كله اللي احنا انا عمري ما عملت اللي بالجيلي ده بصراحة، ولا عمري حطيت مربى برضو فيه ولا كده. دايما بعمله الزبادي الابيض السادة ده. فعايزة اجرب معاكم اعمل الزبادي اللي بالجيلي. ولا ايمان بتسمعني دلوقتي؟ ايمان صاحبتي زمانها هتضحك دلوقتي على الموضوع بتاع زبادي اللي بالمربى ده، هي فاهماني طبعا دلوقتي. اهو يا جماعة بصوا بقى، الحركة دي بقى بحبها قوي، ان انتي تقلبيها كده وتبقى ما شاء الله ماسكة نفسها. وبس كده، اشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.